شمس FM بودكاست. اليوم بعد الاجتماع الوزاري بقصر الحكومه بالقصبه، وزير الداخليه علي العرايس كان موجود وتحدث على احداث دوار هيشر من ولايه منوبه. وزير الداخليه حكى على التسلسل الزمني الاحداث اللي صارت، وقال اللي الصراعات هذه كانت ديما موجوده تتكرر، لكن قال اللي جديد في انه المره هذه كان مع مجموعه متشده من السلفيين، وقال اللي الامن عنده فتره توا في كل ليله قاعد يشد ما بين 200 و 300 شخص، وقال اللي عندنا اسامي الناس الضالعين والمتورطين في اعمال التخريب والتحريف في كل الاحداث اللي صارت. وزير الداخليه علي العرايس قال اللي حاليا وزاره الداخليه ما تنجم كانت تطبق القانون، وقال اللي سياسه الحكومه ما فيها حتى غموض، واللي قاعدين نعملوا في حملات مستمره ضد الانزلاقات حسب قوله. وتحدث على السعي على فرض احترام القانون والقبض من بعد واحاله الملف على القضاء. واكد زاد علي العرايس على انه الحساسيات والايديولوجيات ما تعنيش الوزاره وقت تطبيق القانون. قال زاد اي تشكيك ينال من الوزاره عن اطارات او من اطارات الوزاره في غير محل وفيه تجني. لكن وزير الداخليه اليوم مثال اكد اللي الاعوان المصابين هما زوز اكا ومش كيما اداوا الاعلاميين هما ثلاثه في صفوف الامن. وصال الوزير اليوم نقدد الامنيين اللي تقوم تصريحات الاعلام وهي في ساحه العمليات. بالنسبه للايقافات اللي صارت البارح وصال وزير الداخليه اكد اللي هما 4 اشخاص. في موضوع اخر وصال وزير الداخليه علي العرايس اعترف اليوم على أن الوزارة قامت في الفترة الأخيرة بإحباط عمليات إرهابية تشدوا فيها شبكات يبيعوا في شمس FM بودكاست.